مساء الخير جميعا. نشكر قدس أبونا على كلمته الافتتاحية الترحيبية بينا وحضراتكم، وبشكر الدعوة الكريمة اللي تلقيناها من الأستاذ عبد صمائيل والصديق العزيز أيضا الأستاذ عماد توماس اللي تحمل شقة الترتيب معانا لهذا اللقاء. الحقيقة زي ما تفضل الأستاذ أبونا، العنوان بتاع الندوة مصر التي نريدها هو عنوان أو شعار أو هاجس أو هم لكل المصريين. بعد ثورة 25 يناير بالتأكيد في أمور كتير اتغيرت، وفي أمور كتير أصبحنا نطمح إليها. طموحنا في هذه الثورة كان من الكبر بحيث إنه يحتاج لكل الجهود المخلصة، كل الجهود الوطنية، كل الرؤى حتى نحقق هذا الحلم الكبير اللي عشنا حتى نراه في 25 يناير. هيسمحوا لي أبدأ بالصديق العزيز دكتور عماد جاد، الكاتب الصحفي المتميز والخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأحد مؤسسي حزب المصري الديمقراطي. والحقيقة الدكتور عماد يعني احنا اللي قلنا نفسنا نسمع منه كلمة عن العدالة الاجتماعية، باعتبار أن الليبرالية أحد همومها الأساسية هي مفهوم العدالة الاجتماعية. لكن نطلب له أيضا أن يصول ويقول، وأنا أعدكم أن أنتم هتستمتعوا في كل ما سيقول. فلا تفضل. مساء الخير، شكرا على الدعوة الكريمة، وأنا سعيد إن أنا مني في صمدود، وأنا أصلا صعيدي من سوهاج بعديكم ب 200 كيلو تقريبا. ويعني فعلا الواحد سعيد وهو بيجي يلتقي بأهله للحديث في موضوعات يمكن واحنا جايين في قطر الصبح الدكتور منير قال كلمه كده، يعني يقول يعني اخيرا الواحد بقى عنده فرصه وامكانيه انه ممكن يروح يعمل ندوه منه، لانه في الفتره اللي فاتت كان صعب امور من هذا النوع، يعني كانت صعبه على اكثر مستوى، كان لازم يقدم طلب ان الواحد راح يعمل ندوه وبعدين يستنى ياخد موافقه ولا مش ياخد موافقه، ولو حد يعمل هذه الندوه من غير ما ياخد الموافقه هيلاقيها انتهت باي شكل من الاشكال. فبالتالي انا عايز اقول يعني مجموعه نقاط في الاول. النقطه الاولانيه انه فيما يخص ما حدث على الثوره من 25 يناير انه بس نفسنا يكون طويل شويه، يعني بمعنى انه مفيش ثوره بتحصل او تغيير كبير في نظام بيحصل وبيبقى تاني يوم الناس تشوف نتائج. لا، بياخد وقت طويل، مش عايز اقول سنين، لكن على الاقل مش اقل من سنه 2 عشان تبدا الامور تتحسن. انا اعتقد ان الاوضاع في الفتره اللي جايه في مصر هتكون افضل بشكل تدريجي، بشكل يعني واحده واحده هنبدا نحس بالتحسن. صحيح في بعض المشاهد اللي هو الواحد لما يشوفها ينزعج، يعني مثلا اذا كنا داخلين في المنيا فشايفين عربيات بتركن في اماكن ممنوعه واماكن ما ينفعش ركن فيها، في ميدان التحرير والواحد معدي الصبح بيلاقي ناس راكنه في وسط الميدان، ده من سابع المستحيلات انه يحصل. لكن في حاله من حالات الفوضى لسه ما خلصناش منها الى حد ما. فيما يخص النقطه اللي المفروض اتكلم مع حضراتكم فيها وهي الليبراليه الاجتماعيه، ربما انا عايز
اقول يعني مجموعه كلمات بس من غير ما احاول اعقدها او احاول انها توصل بشكل بسيط. فكره الليبراليه الاجتماعيه او فكره العداله الاجتماعيه، خلينا نتكلم عن فكره العداله الاجتماعيه. طبعا احنا في مصر لسه مفترض بنرتب لاول انتخابات ديمقراطيه بعد ثوره 25 يناير. الانتخابات لسه المفروض محدده في سبتمبر، هتعتقد في سبتمبر هيبقى الدستور الاول، مش هيبقى الدستور الاول، لكن اجمالا في مصر لسه لم تستقر بعد، يعني لم تتضح صوره النظام اللي هيبقى موجود في الفتره اللي جايه. لسه في قضايا كتير جدا ما اتحددتش، زي النظام الانتخابي هيبقى بالفردي زي ما كان ولا قيمه نسبيه. وبالتالي حتى الاحزاب اللي اتشكلت، لو هنقول احزاب في مصر 3 انواع: احزاب بتنطلق من ارضيه دينيه، احزاب بتنطلق من ارضيات مدنيه، وبالتالي بتنطلق من ارضيات مدنيه اما يسار يا اما يمين ليبرالي. لكن في مصر ما اعتقدش ان احنا وصلنا لمرحله ان انا هستنى اقرا برنامج الحزب عشان اقول انتمي لاي حزب. لا، الناس بتنتمي للاحزاب نتيجه اما مواقف من الاول، يعني اللي بيقولوا النفسيه وعلاقاته اميل لانه يدخل الحزب على ارضيه دينيه بيروح يا اما للعداله والحريه والعداله بتاع الاخوان او الوسط او الاحزاب الموجوده، او بيبقى عنده ميول مدنيه لكن يساريه فبيروح الاتحاد الشعبي، بيروح الشيوعي المصري، او له ميول ليبراليه بمعنى من المعاني فبيروح احزاب بتسمي نفسها احزاب ليبراليه. مش عايز اسال على حضراتكم واقول لكم ليبراليه ويساريه، لكن هو اقدر اختصرها بشكل بسيط جدا. الاحزاب الليبراليه يعني هي كلمه ليبرالي او ليبرال بالانجليزي يعني حر، وبالتالي لما نقول احزاب ليبراليه يعني الاحزاب اللي بتحترم قضيه الحريه، وبالتالي لما اجي اترجمها في السياسه بتعمل نظام ديمقراطي تعددي قائم على الانتخابات السلطه، ولما تحصل انتخابات تاني ويخسر الاغلبيه يبقى تسيب السلطه وهكذا. لما تترجمها في المجال الاقتصادي بتعمل اقتصاد السوق او القطاع الخاص او الراسماليه زي ما بيسموها. الاحزاب اللي واقفه على ارضيه غير اللي بيحولوا ثروات الفساد بس. طب المبلغ ده لو انا قدرت امنع نصه بس 3 مليار يعني حوالي 18 مليار جنيه في السنه، انا متهيألي على 10 سنين لو اتحطت خطه ما يبقاش في منطقه عشوائيه في مصر تديني مبالغ لائقه، بالذات التجربه اللي واعتقد استفدنا منها جدا تجارب دول امريكا اللاتينيه. هي رغم انها بعيده جغرافيا عننا لكن هي اقرب لينا حتى من ناحيه الشكل. يعني الناس بتوع امريكا اللاتينيه لو بتشوفوا البرازيليين والارجنتينيين وبتوع شيلي عندهم شكلا يعني على نفس خطوط العرض بتاعتنا، فبالتالي نفس درجه الحراره ونفس البشره بتاعتنا. يعني هنلاقي دول مثلا زي المكسيك. المكسيك كان فيها مشكله ان اكتشفوا ان الاطفال في معظم القرى في المكسيك عندهم هشاشه عظام، فقرروا انه عملوا اتفاق مع الشركات الكبرى انها كانت تروح توزع شركات توزيع الالبان والبيض، ان عند مرحله معينه باتفاق مع الدوله توزع على البيوت الناس ديت كل يوم الصبح حسب عدد الاطفال الموجودين وجبات من اللبن والبيض بحيث انهم يتغلبوا على المساله. في فنزويلا كان في مشكله التسرب من التعليم لان الناس كانت فقراء وكانوا بيشغلوا ولادهم، فعملوا فكره عبقريه انه الدوله ما زاد سعر البترول وعندهم معادن وكذا، فبقوا يشيلوا في صندوق وطني، يعني يحطوا الميزانيه مثلا برميل بترول ب $30، هم بيحطوا الميزانيه على ان البرميل ب 20، ال10 الفرق والزياده اللي تيجي يحطوها في صندوق خاص. يجي يروح للراجل يقول له انت عندك 4 اولاد موديهم ليه مش موديهم المدرسه عشان يساعدوني؟ يقولوا له طيب خليهم يدخلوا المدرسه واحنا هندي عن كل سنه دراسيه هنحط له مثلا $1000 في صندوق توفير لغايه ما يوصل ثانوي. اذا عايز يوقف على الثانوي بيجي له المبلغ دوت يبدا حياته بيه، اذا عايز يشجعه على انه يكمل الجامعه بيقول له كل سنه في الجامعه ب $2000، فيدي الاب فلوس جزء من الفلوس بدل ما يشغلهم بيه. يعني اقصد اقول في افكار كتيره جدا بتعمل اللي هي بيسموها دلوقتي في العالم الطريق الثالث، لا هو راسماليه ولا هو شيوعيه، هي حاجه في النص.
لا يمين ولا يسار، هي حاجه في النص، بيسموه الطريق الثالث اللي بيعبر عنه معظم لا يعني معظم دول امريكا اللاتينيه النهارده بتعمل دوت. دول شمال اوروبا بتعمل ده، بيسموها الدول الاسكندنافيه، فيها احزاب بيسموها السوشيال ديمقراط او الاجتماعيه الديمقراطيه. ومن هنا يمكن جات لنا فكره ان احنا ناسس حزب اسمه المصري الديمقراطي الاجتماعي. بنعرف نفسنا بنقول ان احنا قايمين على اقتصاد السوق، على الليبراليه، اقتصاد سوق، قطاع خاص، المبادره الخاصه، لكن قضيه العداله الاجتماعيه قضيه جوهريه، ودي فكره اشتراكيه بالاساس، لكن وقتنا بنأكد عليها بشكل رئيسي كحق من الحقوق، مش هبه ولا منحه ولا حسنه من حد. وبالتالي لانه جزء من مشكله مصر اعتقد في المناطق العشوائيه وفي الحد الادنى، لانه انا شغال في مؤسسه صحفيه، يعني انا ما فهمش حد يبقى بياخد مرتب على 3000 جنيه وفجاه يبقوا 2 مليون لما يبقى رئيس مجلس اداره. طب يعني 2 مليون دول طب ما تعرض عليه 5000، هو رفض لما عرضت عليه 5000، لكن لما بيجوا له 2 مليون هو بيشتريه وبيبقى مخالف بالدفاع عن النظام. يعني فكل لحظه وجوده في النظام دي مكاسب ضخمه يعني، ومش بس كده يعني مرتب، لا ده بياخدوا حاجات في الساحل الشمالي بعشر ثمنها وبتتقسط على كذا سنه واراضي فعايز اقول عشان كده الواحد احيانا لما يجي يفكر في الموضوع يعني يقول لك فلان الفلاني مش عارف 17 مليار او 20 مليار، يا عم ده المليار ده 1000 مليون، يعني الناس مش واحد معاه مليون ولا اثنين، ده المليار ده 1000 مليون يعني. طب بعد المليار واثنين وثلاثه يبقوا ليه 17 وليه يبقوا 25 وليه يبقوا 30؟ وفي نفس الوقت في ناس ممكن ما عندهاش علاج مش قادره. ياما في الفتره الاخيره سمعنا ان اب انتحر لانه ما كانش لاقي يدفع فلوس المدارس لاولاده، فلوس المدارس دول كانوا 200 جنيه مثلا، او واحد عايز يعالج ابنه وحيده مثلا ب 1000 جنيه ولا ب 10000 جنيه ولا ب 100000 جنيه وما لقاش. يعني عايز اقول انه فكره العداله الاجتماعيه فكره محوريه، وانا باكد مش كان عندي، هي فكره اشتراكيه بالاساس، فكره جايه من اليسار، وبالذات في دوله فقيره زي مصر او على الاقل فيها شريحه بيقولوا ان مصر الاحصاءات بتقول ان 40% منها تحت خط الفقر، بمعنى على العالمي اقل من 2 دولار في اليوم، يعني اقل من 12 جنيه في اليوم، دول حوالي 40%. فالمجتمع زي ده ما ينفعش يبقى عندك 15 20 واحد عندهم. ده دلوقتي مش طيران خاص، مش طيران خاصه، في بعض الناس عندها 2 و3 طياره بيبقى ثمنها 500 مليون و600 مليون. يعني ما اعتقد ان عربيات مرسيدس الاحدث، الواحد مش بيحكي حتى اقول احدث الموديلات اللي موجوده، ما تسافر اي دوله في اوروبا ما بتلاقيش تلاقي العربيات الاحدث بتشتغل تاكسي يعني، والناس بتجيب يا اما بتركب مواصلات عامه يا اما بتجيب عربيات تؤدي الغرض. فبالتالي فمن باب اولى ان العداله الاجتماعيه تبقى فكره محوريه عندنا في مصر، وانا اعتقد انه لا احد يستطيع ان يقاوم او يرفض فكره العداله الاجتماعيه، وما احناش مجتمع مهيئ للليبراليه بشكل بعيد عن العداله الاجتماعيه. شكرا.